تخيل معايا كده ان المشاعر مدن، مدينة الفرح كلها الوان وضحك، مدينة الحزن كلها مطر وسكون، وفي النص كده مدينة ما بتهداش ابدا، الغضب. المدينة دي دايما نارها مولعة، اصواتها عالية والقرارات فيها لحظية. دلوقتي حالا لازم اخد قرار، اللي جاي هتسمعه يمكن يغير نظرتك للغضب للابد. ولو اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس علشان نكمل مع بعض الرحلة دي. وانت بقى ليك مني الكلام الحلو. الاسكندر الاكبر بيمسك الحكم وهو عنده 20 سنة بعد اغتيال والده فيليب، بيثبت حكمه وبيبسط سلطته على البلاد، يوحد المدن اليونانية كلها، يخرج شرقا يهزم الفرس، امبراطورية وصلت من مصر لحد الهند. لكن وليمة بقى قاعدين وبياكلوا بعد انتصار وهو راجع من اسيا الوسطى صاحبه كلياتوس. كلياتوس ده اللي هو انقذه من الموت من كام سنة، يعترض على الاسكندر الاكبر. الاسكندر يفقد اعصابه ويخرج سيفه من جرابه ويقتل كلياتوس. ثواني بس وانهار الاسكندر الاكبر بكى على الارض. امبراطور غزا العالم كله ما قدرش يغلب غضبه. المغول كانوا زي إعصار غضب ماشي فوق الأرض. جنكيز خان لما كانت مدينة ترفض له طلب أو يقتلوا رسول من الرسل بتوعه، غضبه كان بيولع الدنيا، والنتيجة انتقام مرعب. في بخاري وسمركند وفي بغداد بعد كده مدن كاملة اتحرقت ومئات الآلاف ماتوا. الكتب والعلم اترمى في بحر دجلة لحد ما المية اسودت من الحبر. انت متخيل المشهد؟ الغضب هنا ما كانش لحظة، ده كان نار شالت حضارات من الخريطة. الغضب كمان حاضر في الكتب السماوية. في التوراة سيدنا موسى عليه السلام وهو راجع من جبل الطور رجع لقى قومه بيعبدوا العجل، فاستغرب واتعصب جدا وألقى الألواح في الأرض. وفي الإنجيل الغضب اتسمى خطيئة مميتة، من أخطر الصفات اللي ممكن تضيع الإنسان. لكن في رسالة بولس اتقال اغضبوا ولا تخطئوا. الغضب مسموح، لكن الخطر في الفعل اللي بعد الغضب. في الإسلام راجل راح للنبي وقال له وصيني يا رسول الله، قال له لا تغضب. هو يكرر الكلمة وصيني يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام يكررها لا تغضب 3 مرات. وقال كمان ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. التلاتة كده متفقين ان الغضب قوة هايلة جدا، لكن ضبطها بقى هو اللي بيحدد المصير. اما ندخل مدينة الغضب من منظور العلم هنلاقي نظام كامل شغال. المخ عنده مركز اسمه الاميجاديلا، اول ما تحس اهانة او خطر يدي انذار تيب تيب تيب. الجسم ساعتها بيفرز ادرينالين وكورتيزول، فجأة قلبك يدق اسرع، نفسك يضيق، عضلاتك تشد، كأنك بالظبط داخل المعركة. بس المشكلة زحمة طريق، كلمة جارحة، تعليق سخيف، لكن الجسم بيتعامل بقى معاها كأنها حرب، والحرب بيتعامل معاه كأنه تعليق سخيف. سبحان الله. الأبحاث بتقول دراسة من هارفارد أثبتت إن نوبات الغضب الكتير بتضاعف خطر أمراض القلب. بحث في 2002 لقى إن التعبير عن الغضب بهدوء بيقلل التوتر وبيحسن العلاقات. يعني الغضب كده زي النار، ممكن تدفيك وممكن تحرقك وتحرق اللي حواليك. فخد بالك، الغضب حوالينا في كل تفصيلة من تفصيلات حياتنا، الزحمة والشغل والبيت وكل حاجة. بس نفس الغضب ده هو اللي خلى الناس تقوم على الظلم، وهو اللي دفع علماء يبتكروا حلول للموضوع ده. الغضب طاقة وانت اللي تحدد، يا اما تبني بيها يا اما تسيبها تدمرك. تعال بقى اقول لك لما تخش مدينة الغضب دي او يجي لك نوبة غضب دي تقدر تعمل ايه. تعال هقول. اول حاجة خد نفس عميق 3 مرات، هتعرف مش صعبة، اعملها. لو تقدر غير مكانك دقيقة واحدة. ممكن كمان تسمي الشعور، قول انا غضبان. التسمية دي بتهدي العقل. طبعا ما تاخدش قرار مصيري وانت في حالة الغضب دي ابدا. واقول لك دلوقتي على جملة ذهبية توقف اي تصعيد، تقول خليني اهدى بس ونرجع نتكلم، ممكن؟ ولو لقيت بقى الغضب الدنيا مولعة قوي والدنيا هتبوظ خالص، قول لا إله إلا الله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعتها الدنيا هتهدى معاك، وتأكد تماما من ده. الذكر ده بيطفي النار جوه قلبك بسرعة. مدينة الغضب مش هتختفي من جغرافيا النفس وكلنا بندخلها، لكن اللي يفرق هل انت أسير فيها ولا ماسك مفاتيحها. الإسكندر خسر أعز أصحابه في لحظة غضب. المغول محوا مدن كاملة بغضبهم. سيدنا موسى عليه السلام كسر الألواح بغضبه. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لخص العلاج في كلمتين: لا تغضب.
الغضب طاقة يا إما تحرق بيها حياتك أو تستخدمها تنور بيها طريقك، أنت اللي تختار. استنونا في الحلقة الجاية وإحنا داخلين على مدينة تانية اسمها الخوف.